السلام عليكم. ازيكم يا فنانين؟ معاكم مس ساشا سليم من أكاديمية فاشن ديزاين، المكان اللي هنتعلم فيه مع بعض كل حاجة عن الخياطة والتفصيل وتصميم الأزياء خطوة بخطوة. القناة دي معمولة مخصوص علشان أي حد نفسه يتعلم الخياطة من الصفر، سواء عايز يشتغل بيها مشروع أو يطور من نفسه أو حتى يتعلم يفصل لنفسه في البيت. كل أسبوع هيكون عندنا دروس جديدة فيها شرح عملي بسيط وواضح علشان أي حد يقدر يطبق بسهولة. النهاردة درسنا هيكون عن تقسيم المقاسات، وهو المرحلة اللي بعد أخذ المقاسات. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نبدأ. أنا دلوقتي عايزة أتكلم على المرحلة التي فيما بعد أخذ المقاسات. إحنا اتكلمنا الفيديو اللي فات على طريقة أخذ المقاسات وشفناها على الطبيعة وأخدناها على المانيكان وتمام وزي الفل. بالنسبة للي عايز يرجع للموضوع ممكن يرجع له في الفيديو اللي فات، هيلاقي الشرح كويس جدا وإن شاء الله بإذن الله يكون مفيد. دلوقتي المقاسات اللازمة لعمل أي كورساج سواء مفتوح أو مقفول، يبقى مقاسات الكورساج كانت عبارة عن إيه؟ كانت عبارة عن 6 مقاسات. يا ريت بس يكونوا كله أهم حاجة يكون فاهم المقاسات بتاخد ازاي. إيه هي ال6 مقاسات بتاعة الكورساج؟ كانت عبارة عن 3 دورانات، وكانت عبارة عن 3 أطوال. الدورانات إيه هي؟ بالترتيب من فوق لتحت، وأنا قلت لكم لازم سيستم المقاسات يتاخد بنفس الطريقة. كان دوران الصدر، دوران الوسط، دوران الجنب. يبقى دي ال3 دورانات بتاعة الكورساج. يبقى دوران الصدر، دوران الوسط، دوران الثالث كان دوران الجنب. يبقى دول 3 دورانات. طب بالنسبة للأطوال عندي 3 أطوال. أول حاجة طول الوسط، تاني حاجة طول الكورساج، تالت حاجة الطول الكلي. هديكي مثال، وليكن مثلا المثال ده نشتغل عليه دلوقتي. وليكن دوران الصدر 80، دوران الوسط 60، دوران الجنب 100. طبعا هي دي المقاسات اللي احنا بنشتغل بيها. بعد كده معايا طول الوسط 40، سي مثلا طول الكورساج 50، الطول الكلي 100 سنتي أو 1 متر كده أو كده 1 متر. طيب أنا دلوقتي عايزة بس أوصل لنقطة معينة معاكم إحنا مع بعض. لما أنا كنت باخد المزورة بدوران الصدر كانت بتلف على الجسم كده 80، طلع لي 80. ال 80 لفت على الجسم كده بالضغط، كانت بتاخد القياس الأحمر مع القياس الأزرق. المزورة كانت بتلف بالمنظر ده، يعني أنا وأنا بقيس بالمزورة كانت بتاخد معايا استدارة كاملة على الجسم. ال 80 دي شوفوا، تتوقعي إن هي تكون أمام بس ولا خلف بس، ولا كانت بتلف أمام وخلف؟ كانت بتلف معانا أمام وخلف. يبقى ال 80 ديت نصها هيبقى أمام ونصها هيبقى خلف. متفقين؟ متفقين. طيب الوسط يا شوفوا كان 60، أمام بس ولا خلف بس؟ كان أمام وخلف برضه. كان أمام 30، كان خلف 30. نفس الكلام بالنسبة لدوران الجنب، كان أمام 50، كان خلف 50. طيب احنا كده وصلنا إن الدورانات بتبقى للأمام والخلف. معنى كده إيه؟ معنى كده إن أنت لما تيجي تشتغلي باترون الكورساج، أنا بتكلم دلوقتي على الكورساج لأن في باترونات تانية ما بيحصلش فيها اللي أنا هقول لك عنه. لما تيجي تشتغلي باترون الكورساج لازم تشتغلي قطعة أمامية وقطعة خلفية. يعني إيه يا شوف الكلام ده؟ يعني أنا هشتغل باترون للأمام، هشتغل باترون للخلف.
أي قطعة كورساج بقى هنعمل؟ أي قطعة للكورساج هتعمليها لازم تشتغلي أمام مستقل وخلف مستقل. القماش مش بيكون كله على بعضه حتة واحدة، بتخلي الأمام لوحده والخلف لوحده، وبنشبكهم الاتنين من الجنبين علشان يعمل لي خط جنب. تمام، متفقين؟ طيب وليكن مثلا الأمام والخلف بتوعي دول، ده هيبقى الأمام وده هيبقى الخلف. يبقى إذا أنا من الأول خالص بجهز، عايزة أعمل الباترون بتاعي على ورق أو على قماش، لازم أجهز الأمام لوحده والخلف لوحده. مشروع الباترون لازم يبتدي بمستطيل. مشروع أي باترون في الدنيا، حتى لو هتعملي باترون جوانتي حتى بإيدك، لازم تبدأي الموضوع بمستطيل. أبعاد المستطيل إيه؟ أبعاد المستطيل معانا بيبقى فيه طول ومعانا بيبقى فيه عرض. طول المستطيل هيبقى أكبر طول في الأطوال اللي عندك، 100 سم، اللي هو الطول الكلي. عرض المستطيل عشان تشتغلي عرض الأمام وعرض الخلف لازم عينك تبص على أكبر سايز في الدورانات. أنا عندي دلوقتي دوران الجنب هو أكبر رقم، يبقى أنا عيني هتضرب على الدوران الكبير وهاخد نصه، هيبقى نصه للأمام ونصه للخلف. تمام؟ إذا في الحالة ديت أنا لما أشتغل المستطيل بتاع الأمام والمستطيل بتاع الخلف، أبعاد المستطيل بتاعي هتبقى طول المستطيل هيبقى هو الطول الكلي، عرض المستطيل هيبقى نص أكبر دوران. تمام، متفقين؟ أوكي؟ طيب إذا أنا معايا الأمام كده ومعايا الخلف كده. أنا عايزة أعرف القصة بتاعتي هعملها إزاي. دي دلوقتي القصة بتاعتي، ده الفستان الجميل. أنا برسم على المقلوب لأن أنا اتعودت على كده. القص بتاعك لازم يكون بتشتغليه على المقلوب، مينفعش إن أنتِ تشتغلي القص بتاعك وأنتِ واقفة عند الديل، لازم أنا عشان أقص لازم أكون واقفة عند منطقة الكتف، وفي الحالة ديّة القصة قدامي تكون مقلوبة. تعالوا بس نعدلها عشان نعرف حاجات معينة. قبل ما أدخل في التفصيلة اللي بعد كده أنا محتاجة أعرف المصطلحات المهمة في مجال الباترون اللي أنا هاشتغله. أول حاجة دي موجود منها واحدة في الأمام وواحدة في الخلف، دي اسمها حردة الرقبة. يبقى دي اسمها إيه؟ حردة الرقبة. أمامية بقى هتبقى حردة الرقبة الأمامية، لو خلفية هتبقى حردة الرقبة الخلفية. الخط المائل ده اسمه كتف. طبعا أنا عندي منه اتنين، واحد يمين واحد شمال. الجزء اللي هو واخد الشكل ده اسمه حردة الإبط أو الجيرو تمام؟ نفس الكلام في منها واحدة في الجنب التاني. طيب الخط اللي هو ده نازل ضيق وبعد كده نازل بوسع، ده اسمه خط الجنب. ده اسمه خط الجنب. بيبقى فيه منه اتنين في القطعة. أنا بقول لك القطعة يعني خلف بس، دي اسمها قطعة، والأمام اسمها قطعة. بيبقى عندي حردة رقبة واحدة في القطعة، معايا كتفين، معايا حردتين إبط، معايا خطين جنب. تمام، متفقين؟ طيب دلوقتي هعمل ايه في الخطوة دي؟ أنا علشان أشتغل الفستان اشتغلت القصة بتاعتي في الخلف أو في الأمام، متفقين؟ طيب دلوقتي أنا عندي كام حردة رقبة؟ واحدة. عندي كام كتف؟ اتنين. عندي كام حردة إبط؟ اتنين. عندي كام خط جنب؟ اتنين. لو انت حتى يعني ايدك دقيقة جدا وبروفيشنال في الرسم، صعب جدا ان انت ترسمي لي الباترون الامامي او الخلفي وهو مفتوح قدامك كده، صعب جدا. عمرك ما هتظبطي الزوايا اليمين زي الزوايا الشمال، والميول اليمين زي الميل، مثلا ميل في الحردة اليمين زي ميل في الحردة الشمال. صعب جدا ان انت تشتغلي يمين زي شمال. طيب انا طالما معايا دلوقتي حاجات في الجنب اليمين زي حاجات في الجنب الشمال، انا عندي حردة الرقبة واحدة، عندي الكتف واحد يمين وواحد شمال، عندي حردة الإبط واحد يمين وواحد شمال، عندي خط الجنب واحد يمين وواحد شمال. طيب ما دام انا عندي حاجات في الجنب اليمين وفي زيها حاجات في الجنب الشمال، اعتبري ان انت حطيتي في النص
خط النص ده كده اعتبره ان هو مراية هيسمع معايا الجنب التاني. انا ليه متنيش الحاجة كده بالظبط بالنص، اشتغلها كده متنية. اوكي، خلينا بقى في القطعة التانية دي نضيفة عشان مفيش عليها شخبطة. انا هنسق القطعة سواء الامامية او الخلفية. اما كنا صغيرين كنت بقول لك مثلا حد يقول لنا ارسم كورة او ارسم دايرة، كنا بنرسم ورقة نصين ونرسم نصها، نرسم نص الدايرة عشان لما نيجي نقصها نلاقيها سمعت في الناحية التانية. بالظبط أنا نفس الموضوع أنا قلت لك عليه. بالنسبة للأمام هتتنهولي نصين، بالنسبة للخلف هتتنهولي نصين. طيب الخط المتني معاكي ده اسمه إيه؟ اسمه خط نصف. وليكن مثلا أنا دلوقتي بشتغل أمام، يبقى اسمه خط نصف الأمام. ولازم تكوني فاهمة ما بين قوسين كده إن هو متني مقفول. انا بعرفك عشان تكوني فاهمه الموضوع ماشي ازاي. يعني ايه متني مقفول؟ يعني انا هو الناحيه اليمين مع الناحيه الشمال لو انا جيت فتحتهم هلاقيهم شابكين في بعض، يبقى هلاقي الناحيه اليمين شابكه مع الناحيه الشمال، يبقى في الحاله دي اسمه خط متني مقفول. لكن لو انا جيت فتحت الناحيه اليمين ومن الناحيه الشمال ولقيت الخط هنا مش شابكين في بعض يبقى اسمه متني مفتوح، يبقى متني على المفتوح. لكن ده متني على المقفول. اتفقنا؟ في الحالة ديت يا شوشو أي حاجة منها قطعة واحدة. أنا دلوقتي معايا حلقة الرقبة واحدة، عندي الكتف اتنين، الجيرو اتنين، الجنب اتنين. أي حاجة منها قطعة واحدة هنرسم منها نصها. تمام. أوكي. أي حاجة منها قطعتين هنرسم منها واحدة كاملة. دلوقتي أنا حلقة الرقبة معايا كم واحدة في القطعة الأمامية؟ واحدة بس. واحدة بس، أنا رسمت نصها. تمام. رسمي بيكون من ناحية الخط المقفول. طيب عندي كم كتف؟ اتنين. هرسم واحد كامل. عندي كام حلقة إبط؟ اتنين. اتنين، هرسم واحد كامل. عندي كام خط جنب؟ اتنين برضه. هرسم واحد كامل. يبقى أنا في الحالة ديت أنا بقص الطبقتين على بعض، بقص طبقتين الأمام على بعض لأن أنا تنيت الأمام جزئين، تنيته على اتنين كده. طيب أنا معايا ده اترسم وهو متني ومعايا ده اترسم وهو مفتوح. خلينا نفهم حاجة معينة. أنا دلوقتي عايزة أعرف الأبعاد، المقاسات بتاعتي. أنت هتسأليني تقولي لي رسمت إزاي أفهمك الموضوع. معايا دوران الصدر من حلقة الإبط لحلقة الإبط في الجزئية دي اللي كانت مرسومة معايا على المفتوح. مقاس دوران الصدر بيكون من حلقة الإبط اليمين لحلقة الإبط الشمال. المقاس ده قد إيه بالنسبة للتوتال؟ نصه. نصه اللي هو كان 40. يبقى أنا هنا كان نص نص ال 80، يعني رقم الكام؟ كان 40. طيب مقاس دوران الوسط في المنطقة دي، دوران الوسط بيكون أكتر مقاس داخل بضيق، داخل ضيق في الجسم. المقاس ده بتاع دوران الوسط في القطعة اللي مرسومة قدامي على المفتوح كان قد إيه بالنسبة للتوتال؟ نص. نص اللي هو كان 30. أوكي. دوران الجنب بيكون بمقاس شبر تحت الوسط، يبقى دوران الجنب بيتاخد بمقاس شبر تحت الوسط. دوران الجنب كان هنا قد ايه؟ القطعة اللي قدامي قد ايه بالنسبة للتوتال؟ كان نصه، كان 50. يبقى اذا انا لما اشتغلت الامام مفتوح او الخلف مفتوح الدورانات بتاعتي هتاخد نص الدوران الاساسي الاصلي اللي احنا اخدناه في الاول. اوكي تمام. انا اتفقت معاكم ان انا غلط ان انا ارسم القطعه بتاعتي على المفتوح كده، مش هيطلع الرسم مظبوط. انا رسمتها وهي متنيه نصين.
بتني طبعا الامام نصين وبتني الخلف نصين، بحط الخلف على الامام، بشتغل القصه بتاعتي مظبوطه، بقص الامام والخلف مع بعض، الاثنين بيتقصوا قصه واحده. تمام متفقين؟ اوكي. طيب بصي يا سوسو، انا دلوقتي معايا القطعه اللي قدامي ديت ايا ما تكون، سواء امام او خلف. دوران الصدر في الجزء اللي قدامي اللي انا شايفاه بعيني دلوقتي ده قد ايه بالنسبه للتوتال؟ ليه قلت لي ربع؟ لان انا كان عندي وهو مفتوح كله كان نصه. انا في عندي قاعده في الرياضه اسمها نص النص ربع. انا عندي دلوقتي القطعه الاماميه اللي قدامي دي كانت نص القياس الكبير. طب النص ده انا تنيته نصين، يبقى انا هطبق عليه قاعده الرياضه اللي بتقول لي نص النص ربع. يبقى نص الجزء اللي قدامي، نص الامام او نص الخلف، هيبقى ربع ال80، والنص والجزء اللي قدامي ده بالنسبه للوسط هيبقى نص، هيبقى ربع القياس الكبير اللي هو نص ربع ال60. بالنسبه لخط الجنب هيبقى ربع القياس الكبير. يعني ايه ربع الصدر، ربع الوسط، ربع الجنب؟ يعني انا لما بشتغل بمقاسات في الباترون بتاعي، انا بشتغل الدورانات بتاعتي بشتغل بالربع، مش بشتغل بالنص ولا بشتغل بالقياس الاصلي. اوكي، يبقى انا هوصلك لنتيجه معينه. ايه هي النتيجه اللي انا عايزه اوصلك ليها دي؟ المقاسات بتاعتي اهي: دوران الصدر 80، دوران الوسط 60، دوران الجنب 100، طول الوسط 40، طول الكورتاج 50، الطول الكلي 100 سم او 1 متر. عايزه اوصلك لنتيجه معينه مهمه جدا، ان انت اول ما بتاخدي مقاسات بالسيستم ده قبل ما تبداي شغل خالص، اول حاجه تعمليها ان الدورانات الثلاثه بتقسميهم على 4. يبقى انا قسمت الدورانات على 4. اوكي؟ عشان احنا هنشتغل بالربع. عشان انا هشتغل بالربع، انا لا هشتغل بال80 ولا هشتغل بنصها، لان انا مش هعمل الباترون على المفتوح. انا هشتغل دلوقتي 80 على 4 يبقى فيها 20. تمام؟ 60 على 4 يبقى فيها 15، 100 على 4 يبقى فيها 25. طالبه بس منك طلب مهم جدا. نواتج القسمه اللي طلعت معاكي رجاء انا عايزاكي تحطها لي في مربع. يبقى انا حطيت ناتج القسم على 4، حطيته في مربع لان هو ده اللي هشتغل بيه، وحاطه انت في مقاساتك الخاصه اللي بتاخديها في سكتش او اجنده، لازم الناتج القسم اللي هتشتغلي بيه تحطيه في مربع. اوكي؟ طيب انا عايزه ارجع للاولاني مره ثانيه. الاولاني كان مين؟ كان دوران الصدر. انا عملت فيه ايه؟ اداني ايه؟ اداني ربع دوران الصدر. ودوران الوسط لما قسمته على 4 اداني ربع دوران الوسط. بالنسبة لدوران الجنب لما أنا قسمته على 4 اداني ربع دوران الجنب. أنا قلت لك أنا عايزة أرجع للأولاني كمان مرة. لما أنا قسمته على 4 اداني 20 اللي هو ربع دوران الصدر. ارجعي لي قسميه لي دي كمان مرة على 4 وهقول لك ليه فيما بعد. هيطلع لك رقم أقل من 10 عند كل الناس. غالبا الرقم ده مش هيوصل ل10. يبقى أنا عملت إيه في دوران الصدر؟ دوران الصدر أنا قسمته مرتين. أول مرة على 4 اداني ربع دوران الصدر، وبعد كده أخدت ربع دوران الصدر قسمته على 4 كمان مرة، اداني رقم مهم جدا. الرقم ده أنا عايزاكي تعرفي إن هو أهم حاجة في البطلون كله. تمام؟ طيب يلا بينا ننقل لطول الوسط. طول الوسط لما أنا أخدته بالصدر ولا بدون الصدر؟ يبقى إذا أنا هيبقى عندي الأمام زي الخلف، مش هعمل فيه حاجة. طيب الطول الكلي يبقى ده هيتحط في مربع. أنا قلت لك الرقم اللي هينزل معايا في الشغل على الباترون أنا هحطه في مربع. بالنسبة للطول الكلي
الطول الكلي لما انا اخدته اخدته بالصدر ولا بدون الصدر؟ اخدته معايا بالصدر. تمام. طيب ليه انا هبقول لك ان الطول الكلي امامي زي الطول الكلي خلفي؟ ليه؟ مع ان انا اخدته من الامام بالصدر ومن ورا مفيش صدر. هقول لك ان طالما القطعه الكورساج بتاعتك هتعدي منطقه الهانش او الجنب، يعني هتطول عنها او تكون بمستوى الجنب او اطول منه، في الحاله ديت بيكون الطول الامامي معاكي زي الطول الخلفي. ليه؟ لان انت عندك قدام صدر بيرفع معاكي، من ورا الهانش او الارداف بترفع، يعني بيحصل موازنه معاكي في الطولين. اذا الطول الكلي هيكون امام زي خلف وانا هشتغل بيه. لكن الكولساج، طول الكولساج انا مش هشتغل بالرقم ده ابدا. انا مش هشتغل بطول الكولساج. انا طول الكولساج اصلا واخداه عشان اطلع منه قياسين مهمين جدا. ايه هما القياسين المهمين؟ ايه هما القياسين المهمين؟ انا دلوقتي لما كنت بشتغل القطعه اللي قدامي وعايزه اقص، حاجه الابط او الجيرو، انا كنت بكون نازله بالمقص. تخيلوا ان القطعه اللي قدامي لسه مش مرسومه ومفيش عندي ابعاد. انا كاني بالظبط في الصحراء، يعني انا في الصحراء هفضل نازله بالمقص، نازله 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 لحد فين؟ والمفروض ان انا احوي. انا ممكن افضل نازله لتحت قوي، وفي الحاله دي احود هنا، يبقى انا في الحاله دي عملت حربة ابط طويله. وممكن انزل قصير عن المقاس المظبوط بتاعي. اذا انا لازم انزل لمقاس معين وبعد كده الفت كده واخد دوران الحرده بتاعتي. يبقى حربة الابط بتاعتي لها طول، لها طول. طولها كام؟ الاطوال كلها بتتقاس بدايه من الكتف. طيب طول حربة الابط او الجيرو كام؟ كام بالظبط؟ مش عارفه. انا لو انا قسته، هل انت شفتيني جبت المازوره وحطيت المازوره كده وقست طول حربة الابط او طول مستوى الصدر؟ ما حصلش. انا ما قستش القياس ده. انا ما قستش القياس ده. يبقى انا دلوقتي طول الكولتاج انا هاخده هقسمه تقسيمتين، مره على 2 هيديني 25، وهيكون هو ده طول حربة الابط. طول حربة الابط ده لمين؟ المقاس بتاعك من اول الكتف لحد السره، خديه اقسميه على 2، هيبقى هو طول حربة الابط. يبقى طول حربة الابط هي نص طول الكتف. من اول الكتف لحد السره نصه هو طول حربة الابط. طيب حد شافني وانا باخد المقاسات كنت بشتغل طول للرقبه او دوران الرقبه الامامي انا اخدت قياسه؟ طب انا وانا بشتغل البطلون هفضل نازله 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 وحلفت. انا ممكن اخد قياس طويل عن المقاس المظبوط، ممكن اخد قياس وفي الحاله دي تطلع واسعه، ممكن اخد قياس قصير عن المقاس المظبوط وفي الحاله دي هتطلع حربة الرقبه بتاعتي ضيقه. اذا انا لازم اخد مقاس معين ابتداء من فوق. طبعا انا من فوق معايا كان القماش الاصلي بتاعي كان بادئ كده قبل ما انزل طبعا بالكتف، وقبل ما انزل بحربة الابط، وقبل ما انزل بحربة الرقبه. المقاس بتاعك من اول القماش لحد الطول المناسب هو ده اسمه طول حربة الابط، طول حربة الرقبة. طيب طول الكورساج انا قسمته مرة على 2 اداني طول حربة الابط، وهقسمه كمان مرة على 5 هيديني طول حربة الرقبة الامامية. يبقى طول حربة الرقبة الامامية جه منين؟ جه من طول الكورساج. خدوا بالكم انا بقول حربة الرقبة الامامية، ما جبتش سيرة الخلفية. يبقى الأمامية طلعت لي منين؟ طلعت لي من طول الكورتاج على 5. تمام؟ يبقى ده بالنسبة للمقاسات اللي هنشتغل بيها. أنا حطيتها كلها في مربع علشان الصفحة قدامي هتكون مليانة أرقام، والأرقام ديت هتلخبطني، فأنا حبيت إن أنا أشتغل
المقاسات متقسمة. طبعا أنا لما أخدت المقاسات محدش شافني، أخدت عرض الكتف زي ما تقريبا 90% من الباطلونست أو المصممين بياخدوه. عرض الكتف ده لو ما كانش عندك إدراك كويس قوي بمنين اللي بيودي على فين، بتاخدي منين لفين بالظبط، هيطلع معاكي القياس ده مش مظبوط، وهتضطري ان انت بعد ما تركبي الكم هتلاقي الكتف ساقط معاكي ونازل معاكي. هتفكي الكم وترفعي الكم تاني وتاخدي شويه من الكتف وتقصريه، يعني بتبقى عمليه صعبه شويه او متعبه جدا. طيب عرض الكتف ده ليه بياخدوه علشان لما يشتغلوا الباترون بتاعنا، الفستان الجميل اللي احنا قصيناه، المفروض ان القياس اللي بيقيسوه بيكون من نهايه الكتف اليمين لنهايه الكتف الشمال، من هنا لهنا بيتاخد قياس على بعضه كده. تمام. انا ما اخدتش عرض الكتف، انا عرض الكتف هطلعه معايا من المقاسات دي. علشان كده انا قلت لك لما تاخدي المقاسات انا عايزه المقاسات بالظبط، مش عايزه فيها وسع. وليكن مثلا الشخص اللي قدامك، انا لما كنت باخد الدورانات باخد مثلا ال80 كنت بكون حاطه في النص صوابع، سواء 4 اصابع او 3 اصابع او صباعين او اصبع واحد. افرضي ان انت لما حطيتي الصوابع اللي بيقيس بيقول لك لا وسعي لي اكتر. اوكي، هوسع اكتر بس اثناء عمليه الرسم، مش اثناء عمليه القياس. انا عايزه لما اكون باخد المقاسات وبقيس، عايزه المقاسات بالظبط مظبوطه على قد لفه الجسم، بالاضافه للصوابع بتاعتي اللي انا حطاها. طيب عرض الكتف ده انا اتفقت معاكم ان انا ما خدتوش وهطلعه من مقاس معين، وانا هعرفك هطلعه منين من هنا. بالنسبة لطول الجيرو برضه بعض الناس بيجوا على الشخص اللي بيقيس وبيقيس كده من أول فوق، من هنا من أول فوق لحد مستوى الصدر، بيقيس لحد مستوى الصدر وبيقول لك هو ده حردة الإبط، طول حردة الإبط. طول حردة الإبط مش كده، لأن وارد جدا إن ألاقي الجسم فيه أوقات بتغير معايا. في الحالة دي هتطلع لي ممكن الحردة قصيرة وممكن ألاقي الحردة طولت معايا، يعني إذا ده قياس مش ثابت لو أنا قسته على الشخص. ممكن في بعض الناس بيلفت المزورة حوالين الرقبة كده، بيلفت المزورة حوالين الرقبة كده، بيلفتها هنا كده وبياخد حاجة اسمها محيط الرقبة. يبقى كل القياسات ديت معانا. عرض الكتف هتلاقوها دائما في جدول المقاسات، احنا ما بناخدهاش. دايما بتلاقوا طول الصدر عشان بيطلع منه طول حردة الإبط، بتلاقوها في جدول المقاسات احنا مش بناخدها. دايما بتلاقوا دوران الرقبة أو محيط الرقبة احنا مش بناخده. يبقى دي قياسات هم بياخدوها احنا مش بناخدها، بس أنا بطلعها من النسب بتاعتي. طبعا أنا فهمتك إن دوران الصدر بيتقسم مرتين على 4. أول مرة الربع ده عشان بشتغل بيه وسع البطن، خط الجنب. والرقم الثاني أنا قلت لك شيليه وحطيه في جيبك عشان هنفهم منه هيطلع إيه. بالنسبة لطول الكورتاج أنا لما قسمته على 2 طلع لي طول حردة الإبط، لما قسمته على 5 طلع لي طول حردة الرقبة الأمامية. يبقى ده بالنسبة لسيستم المقاسات بتاعنا. احنا كده أخدنا المحاضرة اللي فاتت طريقة أخذ المقاسات. النهاردة عملنا إيه؟ عملنا تقسيم المقاسات. عملنا تقسيم المقاسات. يبقى طريقة أخذ المقاسات وتقسيم المقاسات مرحلة ما قبل البطن. أنا لسه ما اشتغلتش بطن. يبقى المرحلة اللي ما قبل عمل البطن اسمها طريقة أخذ المقاسات وطريقة تقسيم المقاسات. بالظبط أنت عندك عايزة تعملي في مطبخك صينية كيك، صينية الكيك هي المحصلة زي البطن بتاعنا بالظبط. طيب أنا عارفة المكونات بتاعتي لصينية الكيك بتبقى لبن وبيض وسكر وسمنة، وما علينا من إنه أكيد كلنا فاهمين المكونات كويس قوي. تعرفي تعملي كيك؟ طيب المكونات الكيك هي نفسها المقاسات بتاعتنا، لكن انا لما باخد
مقادير بعاير المقادير، بقول مثلا انا عايزه بيضتين، انا عايزه مثلا 3 بيضات، انا عايزه كوبايتين دقيق، انا عايزه كذا، انا عايزه كذا. الكميات اللي انا باخدها هي دي التقسيم المقاسات اللي انا عملته. يبقى الكميات او المعايير اللي انا باخدها من المكونات هي نفسها تقسيم المقاسات اللي انا للبصل. تمام. وبكده نكون خلصنا أخذ المقاسات وتقسيمها. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالشرح. لو عندكم أي سؤال أو حابين توضحوا حاجة اكتبولي في التعليقات وأنا هرد عليكم إن شاء الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكم باقي الدروس الجديدة من أكاديمية فاشن ديزاين. أشوفكم على خير في الدرس الجاي، هيكون شرح الباترون الأساسي المقفول والمفتوح. تابعونا.